يعني طبيعي الحصار الإسرائيلي الشديد الذي فرض على قطاع غزة منذ عام 2007 سبب كثير من المشكلات بالنسبة للناس. أهمها هي المشاكل الحياتية، أنه كل احتياجات الناس الأساسية من الكهرباء، من الماء، من الخدمات، من العلاج، من السفر، من استيراد البضائع، كل هذه مشكلات تؤثر على حياة الناس اليومية. وللأسف أنه هذا الحصار الخانق الذي يتنافى مع كل مبادئ الإنسانية في هذا العصر ما زال لم يتغير، وما زال لم يتحرك من البشر ومن الدول الكبرى أحد لوضع حد له وإنهائه. وهذا يعني يذكرنا بحصار النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الآخر ثار الجاهليون الذين كانوا في مكة ضده وأوقفوه. لكن اليوم كل الحضارة البشرية المتقدمة لم تتحرك ولم تحرك ساكنا، لأن إسرائيل هي التي تفرض هذا الحصار. يعني مسيرات العودة بشكل أساسي تنطلق في غزة باستمرار، خاصة يوم الجمعة، ويتحرك عشرات الألوف من أبناء شعبنا إلى الحدود في تعبير عن حاجتهم ورغبتهم وأهمية تحقيق حقهم في عودتهم إلى بلادهم وإلى ديارهم التي هجروا منها منذ 70 سنة. بالتالي هو تمسك من الفلسطينيين بهذا الحق أولا. الأمر الثاني أنه هو يسبب إرباك وإزعاج بالنسبة للكيان الصهيوني، لأنه هذه المناطق الحدودية كان اليهود يريدوا أن تكون آمنة وأن يكون هناك لهم ضبط لهذه الحدود. هو الآن يخافوا في كل لحظة من اقتحام الحدود ومن تقدم هذه الجماهير العزل من أبناء الشعب الفلسطيني لهذه الأسيجة وهذه الموانع التي يضعها الصهاينة. ورغم ذلك الصهاينة رغم أنه المسيرات كلها غير مسلحة والناس عزل اللي بيخرجوا، إلا أنه الصهاينة باستمرار يضربوهم بالأسلحة ويقتلوا منهم ويجرحوا، وجرح المئات من أبناء شعبنا خلال هذه المسيرات على مدى الأشهر الماضية. يعني كما هو معروف أنه الصهاينة يعتقلوا الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، وبعضهم لا يتهم بأي تهمة، يعتقل اعتقال إداري ولا توجه له تهم، ويبقى في السجن سنوات طويلة بدون أي وجه من التهم ولا أي قانون يمكن أن يكون منسجم مع الأعراف الدولية هذا اليوم. ورغم ذلك الصهاينة يسجنوهم ويضيق عليهم ويحرموهم من الكثير من الحقوق التي ينبغي أن تعطى للسجناء. وهذا الأمر الحقيقة يحتاج إلى تضامن مع السجناء وجهد من قبل القوى الفلسطينية سواء السلطة الفلسطينية أو المقاومة وفصائلها من أجل تحريرهم. وهناك جهد دائم وحراك شعبي فلسطيني كبير يجري في معظم الدول العالم من أجل التضامن مع الأسرى والمطالبة بالإفراج عنهم. وأهم شيء هو أن المقاومة تعمل من أجل إيجاد صفقة للتبادل بين الجنود الإسرائيليين المأسورين وبين الأسرى الفلسطينيين، وإن شاء الله يتحقق هذا في صفقة قريبة يفرج بموجبها عن الآلاف من سجناء الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني من خلال سجنائه كما تعلمون آخر السجناء الذين قتلوا في السجن من خلال الإهمال الطبي كان الأخ بسام السايح، وهو من مجاهدي الشعب الفلسطيني وأصيب بالسرطان، وكان الصهاينة يمنع عنه العلاج حتى توفي رحمة الله عليه في الأيام الماضية. وباستمرار يخوض الفلسطينيون السجناء في إضرابات من أجل تحسين شروط اعتقالهم ومطالبة إدارة السجون الإسرائيلية بتحقيق هذه المطالب. وبالتالي الشعب الفلسطيني كله يقف خلف أسراه وسجنائه من أجل الإفراج عنهم وتحسين ظروف حياتهم ورعاية طبعا أسرهم وأبنائهم. وهذا مسؤولية كبيرة على شعبنا وعلى أمتنا أيضا، لأنه من خلف غازيا بأهله بخير فقد غزا. وهؤلاء كلهم مجاهدون وكلهم قدموا يعني أعمارهم من أجل
تحرير مقدسات الأمة وأرضها المحتلة. المصالحة الفلسطينية متعثرة وتشتد وتضعف أحيانا، وهناك محاولات باستمرار من أطراف وسيطة خاصة من الطرف المصري في محاولة تحقيق مصالحة بين فتح وحماس، إلا أنه تصطدم دائما هذه المصالحة بارتباط السلطة الفلسطينية وحركة فتح بالمشروع السياسي، وطالما هناك أمل بالنسبة لهم في أن يحدث انفراج سياسي بيوقفوا المصالحة، طالما في انسداد في الأفق السياسي بيحاولوا يعملوا عملية حوار وفتح آفاق للمصالحة، ولكن ما في استعداد لتقديم متطلبات المصالحة الحقيقية، لأن المصالحة الحقيقية تتطلب إلى اتفاق على برامج مشتركة وعلى تقديم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني. للأسف أنه حالة التوجس وحالة القطيعة اللي موجودة بسبب يعني تراكم كثير من المشاكل على مدى السنين الماضية، وأيضا أطراف للأسف كثيرة في السلطة الفلسطينية ليس لديها أي رغبة في تحقيق هذه المصالحة، بتتعطل هذه المصالحة وبتتوقف دائما، تمشي خطوات ثم تقف، تمشي ثم تقف، وبالتالي لم يحدث حتى اللحظة انفراج. ونأمل أنه يعني يصل الطرفين إلى قواسم مشتركة تمكنهم من تجسيد اللحمة والتوافق على قواسم مشتركة توحد الشعب الفلسطيني وتجعل الهدف والمسيرة واحدة إن شاء الله. يعني هناك طبعا مخاطر متعاظمة تجاه القدس وتجاه المقدسات وخاصة المسجد الأقصى، وهذه المخاطر اليوم بسبب الموقف الأمريكي الداعم للكيان الإسرائيلي بل المتبني لما يريده المتطرفين اليهود، بحاول أن يفرض ما يريد على الأرض. لذلك الصهاينة خلال الفترة الأخيرة زادت محاولات الاقتحام للمسجد الأقصى والسيطرة عليه ومحاولة فرض إجراءاتهم التهويدية على بوابات المسجد الأقصى، وعلى محاولة أن يكون لهم جزء من المسجد الأقصى يتواجدوا فيه ويسيطروا عليه. هذه المحاولات ما زالت متواصلة، وهناك عشرات المؤسسات الإسرائيلية التي تتبنى هذا الاتجاه، بل حتى الحكومة الإسرائيلية والكنيست كلهم يدفعوا بهذا الاتجاه، والذي يعيق قدرتهم على تحقيق هذا الأمر هو صمود الشعب الفلسطيني والمرابطين والمرابطات اللي يتواجدوا في المسجد الأقصى ويمنعوا الصهاينة من تحقيق ما يريدوا من حلم وأمل. لذلك ثقتنا بالله أولا أن هذا المشروع يكون الشعب الفلسطيني قادر على رده والصمود أمامه، ونأمل أن تكون الأمة قادرة على تقديم كل ما يمكن من أسباب الصمود لشعبنا حتى يواصل هذا الدور، لأنه هو يقوم بالنيابة عن الأمة في حفظ مقدساتها في المسجد الأقصى وفي بقية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين. أنا تقديري أنه الإسرائيليين ونتنياهو يحاول أن يخوض يعني معركة انتخابية من خلال تصعيد توتير وضرب أهداف في العراق وفي سوريا وفي لبنان وحتى في غزة. هناك أيضا محاولات استفزاز ومحاولات إيجاد أن هو زعيم وأنه إسرائيل لا تستطيع أن تبقى بدون زعامته، خاصة أنه هو مهدد بفضائح واتهامات بالفساد ومعرض للاعتقال لو سقط من رئاسة الوزراء. والانتخابات على الأبواب كما تعلمون، خلال الأسبوع القادم ستكون الانتخابات الإسرائيلية، وبالتالي هو متأمل أن يعود وأن يبقى رئيس وزراء. واستطلاعات الرأي التي تصدر في الأيام الأخيرة لا تعطيه فرصة كبيرة في أن يبقى في هذا الموقع، لذلك هو يحاول أن يقوي شعبيته. ونحن في أيام خطرة هذه الأيام هذا الأسبوع الأخير الحقيقة يمكن أن يذهب نتنياهو باتجاه التصعيد العسكري ودخول في حرب خاصة في قطاع غزة بسبب إجراء تأجيل لهذه الانتخابات إذا هو أيقن أنه ربما لا يستطيع أن يفوز بهذه الانتخابات. لذلك الأوضاع حرجة حقيقة، ولكن أداء حزب الله ورده القوي كان بضرب واستهداف الناقلة الإسرائيلية في العمق الإسرائيلي يؤكد أن المقاومة سواء في فلسطين أو في لبنان، وأن محور المقاومة
الذي يمتد في المنطقة بشكل كبير ويتعمق وله حالة شعبية حاضنة واسعة، قادر إن شاء الله على يعني لجم هذا العدو ومنع نتنياهو ومن يريد من الصهاينة أن يستغل لحظة الضعف اللي بتعيشها الأمة في تحقيق مآربه ويفشلها إن شاء الله.